من منا لم يسمع بالروتين وكيف يمكنه إلى جانب الفساد أن يؤخر الإجراءات الإدارية لأسابيع أو قد يكون أكثر من ذلك، لكن عندما تتأخر معاملة لأكثر من 10 سنوات فإن ذلك يثير فينا العجب ويفجر سيلا من التساؤلات عما وصل له حال المؤسسات الحكومية. المواطن عبد الكريم لفتة وهو أحد جرحى الحروب لا يزال يأمل إكمال معاملة التقاعد الخاصة به بعد 13 عاما من الانتظار. معاملة كاملة وداخل لجان طبية وهاي قرارات، حتى الإجازة المرضية مال البتر مال الرجال موجودة مال النظام السابق. أنا درجة عجز 100%، كل ما أروح إدارة التقاعد يعقلها عليه واحد مدير جرح الحرب نظام السابق ونظام شو اسمه وهسه مال جرح الحرب مال الجيش. هسه اروح للمحاربين يقولوا لي راتبك موجود، اروح للتقاعد يعرقلها علي يقول لي مالك روح العبادي وموقف المعاملات. زين وين اطوج انا؟ وين اروح؟ صار 13 سنه اراجع. ولم يعد أمام عبد الكريم سوى المناشدة لعلها تخلصه مما عاناه خلال السنوات الماضية. أقول فشل، احنا عراقيين ما نمد يدينا، احنا أهل الغيرة أهل الغرب. زين ليش ما يباوعون علينا؟ يعني هي هجزاتها يعني يتعوق وينجرح يعف وانا هيك قاعد بالفراش. وين وزير الدفاع اللي يتبع الناس الفقراء اللي يقول تعالوا انا بابي مفتوح بدو شاربك سوي لي شغله. وبعد أن سمعنا هذه الحكاية ربما سيدخل عبد الكريم لفتة حمود يوما ما إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب تأخر معاملته التقاعدية لأكثر من 13 عاما بسبب الروتين والفساد الإداري في المؤسسات الحكومية. علي حمزة، السومرية. مجلس النواب يناقش